البنت الصغيرة الفقيرة كانت عايشة مع أمها المريضة وبتجمع زجاجات من الشارع علشان تبيعها وتجيب فلوس بسيطة. في يوم أمها حالتها ساءت فجأة، اتنقلت على المستشفى والدكتور قال للبنت: أمك عندها لوكيميا متأخرة، لازم تتحجز فوراً، لكن العملية هتكلف مليون. الرقم كان مستحيل عليها لأنها بالكاد جمعت شوية جنيهات. البنت وقفت قدام عربية المدير الغني صاحب المستشفى بلافتة مكتوب عليها: ماما عندها لوكيميا، محتاجة فلوس كتير، جمع الزجاجات مش هيكفي. المدير أول ما شافها ما كانش مصدق من شبهها الكبير بحبيبته اللي ضاعت منه من 6 سنين، وطلب من مساعده ياخدها البيت ويغير لها هدوم وبعدها يساعد أمها. وهي في البيت دخلت أوضة المدير ولقت صورة مامتها متعلقة وما قدرتش تمسك نفسها وخدتها تبص عليها، لكن بالغلط كسرت البرواز. الصوت شد المدير اللي جري فوق، ولما شاف الصورة مكسورة اتعصب جدا، مع إنه أصلا كان ناوي يتبرع لها بمليون علشان تنقذ أمها، لكنه افتكر إنها بتعبث بأغلى حاجة عنده، فرمالها شيك وقال لها تمشي فورا. بعد ما مشيت المساعد لقى قلادة وقعت منها. المدير أول ما شافها اتصدم لأنها نفس الهدية اللي كان مديها لحبيبته زمان، وما كانش يعرف إن البنت اللي طردها دي بنته. الحقيقة إن من 6 سنين وهو مطارد من أعدائه حبيبته ضحت بنفسها علشان تنقذه. من يومها اختفت وهو عاش على أمل إنها لسه عايشة وما اتجوزش مستني رجوعها، لكن هي بعد الحادث اتدهورت حالتها النفسية وخلفت له بنت جميلة اللي بقت بتقوم بدور الأب والأم وترعى أمها. المدير لما عرف الحقيقة ندم بشدة، خصوصا لما أمه قالت له: إيه اللي موقفك هنا؟ روح هات بنتك ومراتك علشان تصلح غلطتك. في نفس الوقت البنت رجعت المستشفى بالشيك اللي ادهولها، لكن خالها ومراته شافوه، الطمع دخل قلوبهم وحاولوا ياخدوه منها علشان يأمروا بيه. في الخناقة الشيك اتقطع نصين والخال اتعصب ورفع مقشة. البنت قالت: ماما كفاية،